أهلا بكم مرة أخرى، طاب مساءكم بكل خير. قبل الخوض في تفاصيل مباريات الذهاب بالإياب دور 16 للتشامبيونز ليج، إليكم هذا الخبر العاجل المتعلق بنهائي كأس الأمم الإفريقية، حيث جاء القرار كما نشاهد قبل قليل من لجنة الاستئناف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باعتماد النتيجة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، باعتبار المنتخب المغربي منتصرا ب3 أهداف دون مقابل، وخسارة منتخب السنغال الذي كان قد توج باللقب منتخب السنغال إذن يسحب منه اللقب ويعطى هذا اللقب لمنتخب المغرب، بعد أن جاء قبول استئناف الاتحاد المغربي وإلغاء قرار اللجنة التأديبية بالاعتماد على اللوائح الخاصة، وتحديدا اللائحة رقم 84 كما تضمنت القرارات أمور أخرى تتعلق بإيقاف لاعب منتخب مغربي سايبري لمباراتين، إلغاء غرامة مالية كانت قد حددت ب$100,000، تخفيض غرامة، كذلك الاتحاد الإفريقي في قضية جامعات الكرات إلى $50,000، وتثبيت غرامات أخرى تتعلق بهذه المباريات أو هذا النهائي تحديدا. إذا المنتخب المغربي رسميا هو بطل إفريقيا كما جاء في نص هذا البيان من الاتحاد الافريقي لكرة القدم. سنعود الحديث عن ذلك لاحقا مع كابتن يوسف شيب والذي كان مع طاقم بين سبورتس مباراة النهائية لكأس افريقيا، لكن قبل ذلك دعونا نستعرض لكم شريط اهداف هذه الامسية على مستوى دوري ابطال اوروبا. شاهدنا فرحة سبورتينج، الاحصائيات تقول اخر مرة وصل سبورتينج الى ربع النهائي، جوابا على سؤال يوسف ربما يعود الى موسم 82-83 منذ اكثر من 43 سنة لم يصل الفريق إلى ربع النهائي ويصل بهذه الطريقة الغريبة. سأعود يوسف إلى الخبر العاجل، واعتبار المنتخب المغربي منتصرا في نهائي كأس إفريقيا، التوقيت غريب طبعا، الإجراءات غريبة، أحداث المباراة النهائية كنا فيها معا غريبة، كل شيء في هذه البطولة غريب إلى هذه اللحظة. طبعا محمد، لأن الأحداث اللي شاهدناها وعشناها في الملعب كانت أحداث مؤسفة جدا. أنا في اعتقادي أن كان من المفروض أن يطبق القانون على أرضية الملعب، لأن عندما غادر المنتخب السنغالي وانسحب من المباراة كان يطبق القانون، وأنا حتى في الحكم كان صفروا أنها المباراة، لكن جاءته تعليمات أن ينتظر 10 دقائق. القانون واضح أن أي فريق ينسحب من أرضية الملعب يعتبر خاسر، المفروض كانت تطبق، لكن جاء متأخرا. اللقب صحيح أنه منح المغرب لكن بدون أي طعم من محمد، بدون أي طعم. دائما هذه الفوضى الموجودة في الاتحاد الافريقي واللامسؤوليه بعض المسؤولين، اظن يجب ان ينظف الاتحاد الافريقي من هذه الاشياء التي راح اضرت بالكره الافريقيه. البطوله على مستوى الملاعب، على المستوى الفني كانت عاليه ناجحه منظمه بشكل ممتاز جدا، لكن للاسف كما قلت دائما هم الاشخاص، دائما اشخاص، خصوصا في الاشخاس الذين يتخذون القرارات. كان المفروض كما قلت دائما هذا الشيء، كان المغرب كان دائما يصر على الاستئناف وعلى تطبيق القانون بحفر اضافه، لكن كما قلت جاء متاخر بدون اي طعم. ولا ادري المغاربه، حتى كل المغاربه اظن يشاطرون نفس الراي، لان رغم انه يمنحون اللقب لكن ليس لديه الطعم كما كان سيكون لو طبق القانون على ارض الملعب. كابتن سامي، رايك؟ شاركت في هذه البطوله مدربا للمنتخب التونسي وخرجت معه من الدور الثاني. هو من المؤسف معناتها باش تصير احداث كما هكا في الفاينل، معناتها بعد عرس كروي كبير، معناتها بطوله افريقيا افريقيا معناتها عصبري حدث كبير معناتها، والمفروض ما نشوفوش حركات واشياء كما هيك. انا بالنسبه لي الاشكال الكبير قاعد مازال في افريقيا هو على مستوى التحكيم. القرارات المفروض تتخذ على مستوى التحكيم ولا اختيار الحكام اللي يديروا المباريات حتى على مستوى شامبيونز ليج الافريقي، معناتها هذا ثم خلل وثم تراجع كبير لمستوى التحكيم في افريقيا وما يسبب العديد من الاشكاليات. لكن تتفق مع من يرى بانها كانت بطوله مثاليه من ناحيه تنظيميه، وانت الذي شاركت في البطوله؟ كانت الاكثر من رائعه معناتها، على المستوى التنظيمي كانت بطوله رائعه ورائعه جدا، على طراز عالي وعلى مستوى عالي جدا. البطوله كانت في فتره كبيره معناتها تحت الامطار. السلبيات الوحيده احداث المباراه النهائيه. السلبيه الوحيده هي المباراه النهائيه، المباراه كانت تحت الامطار معناتها، جل المباريات لم نلاحظ اللي كونه ثم خلل على المستوى. هنا كان صفر نهايه المباراه الحكم، ثم جاءت تعليمات عن ينتظر بعض الشيء. هو للاسف اللي كونه معناتها في بعض الاحيان القرارات نتاع الحكام تدخل فيها معناتها بعض الاطراف. الاتحاد الافريقي مره اخرى معناتها نشوفوا معناتها. ونعود للمنتخب السنغالي. طيب كابتن وائل، بطل افريقيا 3 مرات، كنت مدير منتخب مصر في النسخه الماضيه، رايك؟ يعني طبعا انا متفق مع كباتن في ان اسوأ عنصر في منظومه الكوره في افريقيا هو الحكام يا محمد، والتوازنات اللي بتحصل، كل فريق بيلعب على ارضه بيستفيد من الشيء ده صراحه. بدراعكم يعني كله بيستفيد كله بيستفيد وعلى المنتخبات. انا مش هدخل في تفاصيل البطوله. انتوا استفدتوا 3 نسخ تستفيدون بالحكام. فين اللي استفدنا؟ 2006 2008 و2008 و2010. 2006 استفدتوا وانت استفدت يا يوسف. كل الانديه المنتخبات اللي بتلعب. احنا بالعكس احنا ما استفدناش، احنا بالعكس احنا خربوا علينا الفاينل. عارف انت
كان مش هدخل في تفاصيل يا المهم يوسف، انا بقول بس لك انا بقول لك اسوء عنصر في المنظومه هو الحكام وكله والمسؤولين. بيستفيد لا، انديه ومنتخبات يا مسؤولي يوسف، الاتحاد هم كله المسؤولين. بيستفيد انديه ومنتخبات. شوف هناك حسابات، هناك صراعات بين الناس في الاتحاد الافريقي، فساد كبير في داخل اروقه الاتحاد الافريقي، ليس هناك نظام وليس هناك قوانين يعتمد عليها. ما فيش عداله يا يوسف طبعا ما هو ما فيش عداله. طيب لا ما فيش عداله وكل واحد بيقدر يستفيد لأن طيب يعني انت تتفق مع كابتن سامي بان التحكيم هو النقطه السلبيه في الكرة اسوأ الأفريقية. نقطه في القاره الافريقيه، كل الناس بتستفيد منه يا محمد، اللي يقدر يستفيد منه بيستفيد. هو اسوأ منظومه في اسوأ عنصر في المنظومه انت الرياضيه. كاسطوره تتمنى العداله في كره طبعا القدم طبعا انا مش والنفوذ عايز اكسب الأفضل ظلم، انا مش كروياً. عايز اكسب ظلم، انا مش عايز اكسب ظلم. لو الموضوع اتحسم للمغرب، كل المباركه المغرب على اللي اتعمل والتنظيم والشكل الجمالي الممتاز. كلنا نبارك للمغرب ونبقى فرحانين للمغرب. احنا مش قلت لك نبارك لنا ما تباركش لنا، احنا مش عاوزين هذا الكاس اساسا بهالطريقه هذه، احنا مش عاوزينها. لكن اتكلم لك انا بتكلم بصفه عامه يا يوسف، بغض النظر عن انا بتكلم بصفه عامه. لا انت قلت استفدتوا من النهائي. لا كل الدول والمنتخبات اللي على ارضها بتستفيد يا يوسف. انا ما قلتش ان المغرب استفاد من الحكم. لا كنت انت استفدت واحنا ضرنا تحكيم. وانت استفدت يا يوسف، انا ما استفدتش لوحدي. ايش استفدنا احنا منه؟ انا مش هراجع معاك قرارات تحكيميه يا يوسف، مش هستفاد. انا بتكلم بصفه عامه. انا بتكلم بصفه عامه. كابتن وائل لا ما قلتش انت استفدت. لا كله بيستفيد على ارضه يا يوسف. كابتن يوسف كابتن يوسف ليله 29 رمضان نعود لدوري ابطال اوروبا، نترك ما حدث في كاس افريقيا بحلوه ومره. انت خدت الكلام على نفسك وممكن تكملوا نقاشكم بعد الاستوديو. نعود للشامبيونز ليج. لا انت بتقول لي انتوا خدتوا 3 مرات. لا عيب يا يوسف تقول كده. عيب تقول لي خدت 3 مرات كده. انت لما تقول لي لا انا حخصيتك انت. لا يا محمد الكلمه دي ما تعديش يا محمد. بس بتخلوني دي ما تعديش. خلونا نندم نطرح الموضوع في الشامبيونز ليج. نعود للشامبيونز ليج، نعود لما حدث مشاهدينا الاعزاء في لقاء باريس سان جيرمان الاياب في ملعب تشيلسي بعد ان حقق